أهلا بيكم. دي حشوة أساسها الجبنة الرومي والبسطرمة، هتكون واحدة من ضمن الحشوات اللي هنعملها على سلسلة فيديوهات مختلفة. هنستخدم الحشو السبرينج رول، السمبوسة، الجلاش، حاجات كتير قوي. يلا بينا نشوف تفاصيلها. هيكون معانا حوالي 200 جرام من الجبنة الرومي، هنستخدمهم ونفرمهم فرم ناعم بالطريقة دي. ده القوام بتاعها بعد ما اتفرمت، بتكون بالشكل ده. هيكون معانا البسطرمة تقريبا البسطرمة نص حجم الجبنة الرومية. لو أنا بقول 200 جرام جبنة رومي، دولت 100 جرام بس. في الفيديو ده هم أكتر شوية من 100 جرام، بس هو الأفضل إن هو يكون نص حجم الجبنة الرومي. ونفرمهم بنفس الطريقة فرم ناعم. هنجمعهم الاتنين على بعض ونقلبهم بالطريقة دي. طبعا وهم مفرومين فرم ناعم هتلاقيهم ان هم بيختلطوا بشكل كويس، عشان كده انا بفرمهم فرم ناعم. بضيف عليهم فلفل الوان وكمان معلقتين من الجبنة الكريمي، لان هم هنلاقيهم سايبين كده عن بعض. الجبنة الكريمي بتخليهم يندمج الحاجات كلها مع بعض، سواء الجبنة، البسطرمة، الفلفل، كل حاجة مع بعض. ونخلطهم بالطريقة دي كويس. لو انا بخلطهم بحس ان الدنيا لسه ناشفة شوية ومحتاجة ان انا ازود جبنة اكتر، بزودها. دي اللي هي كاسات الجبنة الشيدر الكريمي المراي، هي دي اللي انا بستخدمها. بس كده، ودي الحشوة دي بقت جاهزة بالطريقة دي. وزي ما قلنا بنستخدمها في السبرينج رول، السمبوسة، اي حاجة تانية لطيفة. ممكن كمان نجهزهم ونجمدهم ونستخدمهم وقت الاكل. وشكرا لكم لو تابعتوني لحد دلوقتي.